صدق أو لا تصدق، صارت فرحة كل يمني داخل الوطن، صارت فرحته ما هي تعرف أي شيء. فرحة اليمني هي لا هي بالعرس أنه يتزوج أو فرحته بالأعياد صارت فرحة الأكثر يعني 95% أنه يخرج بفيزا إلى السعودية أو إلى أي مكان، يخرج من أرض الوطن إلى وطن ثاني، حتى لا أي مكان، حتى لا مصر لا جيبوتي، حتى لا أي مكان. المهم أنه يخرج من النار إلى الجنة. لماذا صار الوضع هكذا؟ ما بالك لو جاءت له تعرف في يوم عرسه فيزا إلى السعودية أو إلى أي مكان، في يوم عرسه تخيل بيفلت العرس، بيخلص تقريبا بيخلص العرس، اليوم الثاني بيبكر يرحل إلى الغربة رأسا. صارت فرحة كل يمني، عيد عنده ماذا، عيد مدى الحياة للأسرة، مش عارف أنه بيصل هناك في تعب، في ألم، في جراح. فلماذا أصبح الأوضاع إلى هذا الحال؟ ما بالك لو عاد هي يعني بادجيله في إجزة أمريكي تقريبا بيحصل به نوبة قلبية، بيقع به من سأله يعني شيء فظيع، شيء يعني ما يتخيله نهائيا. بيفلت العرس بنفس الليلة، لو كانت فيزا أمريكية بيفلت العرس بنفس الليلة، ما عايد يدخلش حتى هو. فلماذا